السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في نهار جديد ووصفة جديدة على قناتكم وصفات هدايا. وكيف العادة اليوم جيتكم بواحد البغرير اللي غتوجدوه للكوتي غير بالسميده، يعني كيجي زوين، يعني السميده راه غالبه فيه، يعني ما غاديش نديرو الفرط بواحد الكميه اللي هي كبيره، غادي نكتفيو غير بواحد الملعقه، ولا كاع نحاولوا نيفيتيو حتى ديك الملعقه، راه كيجي زوين بزاف كما كتشوفوا، خفيف كيف الشهده ومجعب. ها نتوما غادي نحاول نقطع معكم وحيده، يعني راه كيجي زويون وصحي في نفس الوقت، يعني ما فيهش شي كميه ديال الفرط. وغادي نبداو بالمقادير والطريقه بنفس الوقت ان شاء الله. وما تنساونيش من البارطاج واللايكات مع العائله والاحباب. وغادي نبداو. عندي 3 الكؤوس ديال السميده، يعني السميده رقيقه ماشي الفينو، وعندي هنا واحد الملعقه صغيره ديال الخل، ممكن تعوضوها بعصير ليمونه اللي هو الحامض. وعندي كذلك معلقه ديال الملح، ومعلقه صغيره ديال الخمره الفوريه، ومعلقه ديال السكر اللي ممكن تعوضوها بالعسل، وجوج شاصيات ديال الخمره الحمراء، ومعلقه كذلك كبيره ديال الفرص، وممكن كما سبق لي وذكرت معكم تزولوها. في الاناء ديالي البول ديالي غادي نحاول ضروري ندوز السميده ديالي كما كتشوفوا، لانها كيكون فيها بقايا اللي هما غلط ديال السميده، وكذلك هذيك الملعقه ديال الفورص، يعني النواشف غادي كاملين غنضيفوهم ونمزجوهم جيدا ونخليوهم جانبا كما كتشوفوا معايا. انا ضفت الملح على حسب الذوق، وكذلك ضفت الخميره، وغادي نضيف الملعقه ديال السكر، ونميلونجيو كلشي ونخليو الكل جانبا كما غتشوفوا معايا. وننتقلوا للكميه ديال الماء اللي غادي نستعملو. هانتوما كما كتشوفوا معايا بنفس الكاس باش عبرنا السميده غادي نعبر الماء. عندي 4 ديال الكؤوس غنوضعهم في الكاس ديال مونينيكس كما كتشوفوا معايا. كنحاول نبين لكم ونوضح، كنتمنى يكون كلشي واضح في الصوره امامكم. ها انا وضعتها، وغادي نوضع كذلك الخليط اللي غربلت قدامكم ومزجته. ها نتوما كما كتشوفوا هذا البغرير راه كيجي صحي بزاف لانه فيه غير السميده. يعني حاولوا تجربوها البنات وردوا عليا في لي كومونتير، اللي قدرت تكتب لي تكتب، اللي ما قدرتش تخلي لي غير شي قليب، الله يسهل عليكم. ها انا غادي نحاول نطحن كلشي بالمونينيكس ديالي كما كتشاهدوا. ها نتوما وغادي ناخذ هادوك الشاصيات ديال الخماره. الا كانت عندكم الخماره ديال الحلوى الحمراء يعني مده طويله في سميتو، حاولوا دوزوها في الصفايه، لانها كتكون تشكلات على كويرات، يعني كتكون مكوره. انا عندي هنايا راها مازال جديده، غنحل 2 علب وغادي نوضعهم كذلك في المونينيكس ديالي. ها نتوما خليكم معايا، انا الحاجه اللي ضفتها راني كنوريها لكم امامكم باش تشوفوا، يعني الوصفه راني حاطاها لكم من القلب، غير جربوه على ضمانتي. ها نتوما وهنا غادي نضيف كذلك الملعقه ديال الخل اللي ممكن تعوضوها، اللي ما سمعنيش في البدايه ديال الفيديو، بعصير الليمونه كما كتشوفوا. وغادي نحاول نعاود نخلط العناصر جيدا كما كتشوفوا. وغادي نجيب واحد الصفايه ونصفي الخليط ديالي ونوضعه في الزلافه كما غتشوفوا معايا. هانتوما هنا كنحاول ننظف طاوله العمل، انا فرغته راه ما فيه حتى شي كويرات، هذا هو كنحاول نوريكم الخليط كيفاش داير. وبالنسبه للريشو ديالي اولا الموقد راني مشعله على المقله، يعني راه سخنات، وكنوضع الخليط ديالي بدون ما نحركه. وهانتوما ما شاء الله كما كتشوفوا البغرير كيتقب مجعب كما كيبان لكم، كنتمنى تكون واضحه لكم الصوره. ها نتوما وملي يبقى يتقب لكم البغير حاولوا تنقصوا على العافيه شي شويه، يعني كتكون جاهده نردوها المتوسطه، يعني ماشي ناقصه، متوسطه، ونخليوه يطيب على خاطره. حاولوا تاخذوا واحد الغريريف بحال هذا باش كنصب، وتخليو المقله ثابته فوق الريشو ديالكم بدون ما تحركوها، وصبوا الخليط، يعني بغيتوه كبير بغيتوه صغير نتوما كتحكموا في الكميه اللي بغيتو. وها نتوما ملي تشوفوه كيتقب لكم من الجوانب عرفوا انه ناجح 100%. ها نتوما ما شاء الله كيتقب بكل سهوله. ها نتوما يعني راه كيجي ناجح، غير تبعي الخطوات اللي عطيتك الحبيبه ديالي وغيجيك البغرير كيف الشهده وخفيف كذلك. هانتي كما كتشوفي سيداتي
ما حاولت نخليكم الفيديو على طبيعته، ما زودت لكم حتى شي حاجه. هنايا راه واخا المقلات ديالي راها مشرطه ليا شي شويه، ولكن قضات ليا الغرض. ها نتوما حاولت نعاود نبين لكم وحده اخرى. ها نتوما يعني غير عطيوها الخاطر، ومره على مره كذلك المقلاه الا سخنات حاولوا توضعوها في الماء البارد وتمسحوها وتعاودوا تحطوها فوق الموقد ديالكم. ها نتوما البغرير راه كيتقب بكل سهوله، ناجح وصحي بالسميده كما كتشوفوا معايا. كنتمنى انكم تجربوه. ها نتوما هنا يكفي انني وريتكم 3 ديال البغريرات تقريبا، يعني شفتوا كيفاش جا، يعني راه كيجي مثقب ما شاء الله. وكما كتشوفوا هادو هما البغريرات اللي تشاركت معكم في الطياب ديالهم. كنتمنى يكونوا واضحين لكم في الصوره، يعني انهم ناجحين كما كتشوفوا. عفوا هنايا البنت ديالي حطات لي التليفون. هانتوما هذا هو البغرير ديالي كما كتشاهدوا معايا. واللي وصلت معايا حتى لهنايا كنقول لها ما تنسينيش من واحد اللايك، الله يسهل عليك. انتي انا غنبقى مستمره في الطياب ديال البغرير حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي، وغادي نرجع معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديال البغرير ديالنا كيفاش جا كما غتشوفوا معايا. خليكم معايا. هانتوما وكما كتشاهدوا البنات هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها ديال البغرير. هانتوما راه كيجي زوين وصفر ما شاء الله، يعني كيجي زوين. انا كنحاول نقرب لكم باش تشوفوه، راه مثقب كيف الشهده، يعني ما شاء الله راه كيجي زوين. هانتي الحبيبه ديالي انا نحاول نقطع لك نيت شي وحيده باش تعاودي تشوفيها، راها مجعبه وخفيف كيف الريشه. وبالنسبه للحجم انت كتحكمي فيه، بغيتيه صغير غديريه صغير، بغيتيه كبير انا درتو بهذا الحجم. هانتي كما كتشوفي راه رقيق وخفيف ومجعب. كنقول لك ما تنسينيش من لايك والبارطاج، ومع السلامه.